لو أنا بتعب في التدريب والناس بتخرج متحمسة بس بعد فترة بيرجعوا لنفس النقطة، هو أنا فعلاً مش بعرف أغيرهم ولا هما اللي مش عايزين يتغيروا؟ طبعا انا وقعت في المطب دوت، وكانت حدوته من حواديت حياتي. كنت كتير برجع من التريننج اللي انا كنت عامله للناس وانا طاير من الفرح، الناس بقى متفاعله ومبسوطه، واقول لنفسي حماده ابو حميد انت غيرت الدنيا. بس بعد فتره بلاقي المشاكل بتتكرر ونفس الاخطاء بتتعمل، بقول هو انا اللي قصرت ولا هم اللي مش عايزين يتغيروا؟ لحد ما في يوم في شخص قال لي جمله بسيطه قوي غيرت كل حاجه. الناس مش محتاجه معلومات، الناس محتاجه طريقه تطبق بيها المعلومات دي. ساعتها فهمت ان الحماس لوحده مش كفايه، لازم يكون في حاجه بيسموها خطه عمل، بيزنس بلان واضحه ومتابعه، علشان الحماس دوت يتحول لتغيير حقيقي. زي اللي مثلا بيعمل دايت، بيتحمس في الاول بقى واول يومين يلا وجري والكلام ده كله، لما مفيش نظام ومتابعه بيرجع لنفس العادات القديمه. المدرب الشاطر مش اللي بيدي معلومات، المدرب الشاطر اللي بيدي خطه عمل سهله الناس بتمشي عليها. بعد كل سيشن لازم يكون في خطوات عمليه واضحه جدا وتحدي بسيط يخلي الناس تطبق اللي اتعلموه. ممكن تعمل مثلا جروب متابعه على اي وسيله من التواصل الاجتماعي، او تبعت ايميلات فيها تاسكات اسبوعيه، المهم انك تفضل ماسك في ايديهم لحد ما التغيير يبقى عاده عندهم. ده بيسموه فن تصميم البرامج التدريبيه، اللي هي بتبقى عاده ان انت بتخرج من عندك ومن منطقه التفكير التقليدي لمنطقه التغيير. انا مش بس متحمس، الناس مش بتتغير بالمعلومات، الناس بتتغير بالفعل. دورك كمدرب مش انك تملى دماغهم، دورك انك تمسك ايديهم وتوريهم اول خطوه، وبعدين الخطوه اللي بعدها هتكون ايه تشاور لهم عليها كده. ركز كده في التطبيق مش التلقين، هتبقى مهندس تغيير مش مجرد مدرب. يا نهار ابيض انت عارف انا كم مره فتحت كاميرا وقفلتها، كم مره ادور الميكروفون واحط السيت اب وما اشتغلش، الكاميرا مش عاجباني، الاضاءه، الصوت مش عارف فيه ايه، اي تلكيكه شكلي مش عاجبني، الكلام مش اي حاجه تخليني اهرب. كنت خايف اطلع مش مبهر، لحد ما برضو اتعلمت جمله مهمه قوي: لو استنيت الكمال عمرك ما هتبدا. اول فيديو ليا ممكن احط لكم اللينك بتاعه، كان عادي جدا، ده ممكن كمان يكون وحش، بس كان بدايه، حاجه كده بتخليك تتحمس عشان تتحرك. انا لازم اكون موجود. فاكر ان انا كنت اول مره بصور والنور قطع عليا، القصه دي كانت حلوه قوي، قعدت اضحك قلت بس هي كده خلاص قفلت، انا مش شغال تاني. بس اشتغلت برضه، اشتغلت ساعتها برينج لايت كانت بتشتغل على البطاريه، والموبايل كنت بصور بيه. حسيت ان هو النور طالع من الكلام مش في الاضاءه اللي شغال. مع ان الفيديو كان ظاهر انه في مشاكل كتير، بس اقول لك على حاجه، الفيديو ده الناس حبيته قوي. انت عشان تبدا تعمل محتوى ما تستناش الاستوديو الاحترافي والموبايل احدث حاجه او الاضاءه اللي مش عارف عامله ازاي. صور عادي في نور ربنا، صوت واضح، سماعه موبايل بس نضيفه شويه. الاهم هتقول ايه، هتعبي ايه في الكلام ده كله، ايه الحدوته اللي هتحكيها للناس، عايز توصل للناس ايه. ابدا ولو حاجه بسيطه قوي، كلام صغير، مسج قصيره عايز توصلها للناس، اتكلم فيها بس من قلبك، وبتتكلم عن حاجه اسمها بين بوينت، نقطه الم عند الناس فعلا الناس محتاجاها، نصيحه سريعه او كلمه او اي حاجه. مع الوقت هتتحسن كل حاجه، هتتحسن الصوره والصوت، هتتحسن الاضاءه، حتى كلامك هيتحسن، اسلوبك، المونتاج، كل حاجه هتتحسن. الحدوته مش حدوته ادوات ولا شكل احترافي ومونتاج مش عارف عامل ازاي. صناعه المحتوى عمليه تكامليه، بس هي بساطتها ان انت توصل رساله، توصل فعلا حاجه الناس محتاجاها. الكمال ده عدو الانجاز،
لو عايز تبدأ، ابدأ دلوقتي باللي معاك، بالمتاح. كل يوم بتأجل فيه بتأجل نجاحك. الثقة بتيجي من الفعل مش من الأماني. خليك صانع محتوى مش شخص بيحلم بالكمال. أنا بنزل محتوى علمي قيم جدا فيه معلومات مهمة، بس مفيش أي تفاعل، مفيش لايكات ولا كومنتات. هي الناس مش بتقدر المحتوى الهادف ولا فيه إيه؟ يا واد يا علمي. على فكرة أنا زمان لما كنت بنزل محتوى وأنا حاسس إني عم مصطفى محمود في زمانه، إن أنا كنز العالم بقى، إن أنا النقطة الفريدة، الألماظة اللي جاية، ولاقي الأرقام بتقول لي يا حمادة أنت في وادي والناس في وادي تاني خالص. كنت مستغرب جدا، هي الناس ليه ما بتتفرجش على المحتوى بتاعي؟ هي الناس ليه مش مقدرة المعلومة التقيلة والثقل اللي أنا بقدمه لهم؟ اكتشفت إن المشكلة مش في قيمة المحتوى، المشكلة في طريقتي أنا في تقديم المحتوى الناس مش عايزة معلومات بس، الناس عايزة توليفة، تركيبة، حدوتة تشدها. زي اللي بيقدم أكل صحي بس طعمه وحش محدش هياكله، شوفان من الآخر كده. لازم الأكل الصحي يكون فعلا طعمه حلو عشان الناس تقبله أو الناس تقبل عليه. ساعتها بس فهمت إن تسويق المحتوى أهم من المحتوى نفسه، تغليف المحتوى بالشكل اللي الناس عايزاه. المحتوى القيم بالذات للمدربين لوحده مش كفاية، لازم يكون مغلف صح عشان يوصل. عشان تخلي الناس تتفاعل مع المحتوى بتاعك لازم تستخدم مهارات السؤال. اسأل أسئلة تخلي الناس تفكر، تشارك، تحس إن ليها رأي مهم. استخدم عناوين جذابة اللي بتثير الفضول، والصور بقى والفيديوهات والحاجات اللي بتشد انتباه الناس يعني. ممكن تحول المعلومة الجافة لقصة مشوقة أو تحدي أو سؤال محير يخلي الناس تقول إيه الكلام الغريب هو ده فن صناعة المحتوى الجذاب اللي بيحول المعلومة من درس لحوار وقيمة تدريبية. المحتوى التدريبي القيم لوحده مش كفاية، قلنا تاني لازم يوصل للناس بإحساس وإلهام يخليك صانع محتوى مؤثر مش مجرد ناشر للمعلومة. أنا نفسي أبدأ كمدربة، بس ما عنديش فلوس أعمل استوديو ولا عندي كاميرات احترافية ولا فريق تسويق. هو لازم أكون غنية عشان أبدأ؟ بتجري ورا الفلوس صح؟ أنا عارفك أنت. كنت بقول لنفسي زمان لو كان عندي استوديو زي فلان الفلاني، ولا كان عندي بقى كاميرا اللي هي مش عارف عاملة ازاي، ولا اعمل مايك بقى اللي هو بتاع البودكاست ده زي اللي انتوا شايفينه قدامي ويبقى عندي بقى فريق تسويق رهيب وماركتينج كامبينز اعملها وي ده انا هكسر الدنيا. كنت فاكر ان الامكانيات هي اللي بتصنع مدرب ناجح، لحد ما اكتشفت ان اغلى حاجة ممكن تمتلكها كمدرب هي فكرتك، شغفك، قدرتك على التوصيل والتواصل. الامكانيات دي بتيجي بعدين، وقلنا الكلام ده قبل كده كتير. طب ايه بقى بصراحه اللي انا محتاجه؟ فاكر ان انا مره كنت بصور فيديو في الشارع والناس بتعدي عليا كده باستغراب، بدل ما اتكسف ابتسمت وقلت له يا جماعه ده تدريب عملي على الثقه بالنفس. الناس ضحكت واتفاعلت، وكان فعلا فيديو واقعي وحقيقي. الامكانيات مش عائق، العائق الحقيقي هو عقلك اللي بيقنعك انك محتاج حاجة تخليك تنجح. انت النجاح، لو حطيت في دماغك ان انت النجاح هتنجح. عشان تبدأ كل اللي محتاجه اقل حاجة موبايل حلو، اضاءة بسيطة، شباك زي ما قلنا، ضوء نور، صوت واضح علشان الناس بصراحة محتاجة تسمع. وفي برامج مونتاج دلوقتي بقت اكتر من مجانية كمان، ده البلاتفورمز بتشجع بيها. ممكن تبسط حياتك وتبسط المحتوى بتاعك علشان يطلع سهل الناس تستسيغه، وتسوق لنفسك بكل بساطة على السوشيال ميديا. تبدأ بلايف بسيط،
بوست جذاب. الأهم هو الاستمرارية. هذه كلمة السحر وكلمة التميز. الاستمرارية هقعد أقولها مليون سنة. والأهم من دي حاجة اسمها فن التسويق الشخصي، البيرسونال براند، اللي بيخليك تبدأ بإمكانيات بسيطة وتوصل لجمهور كبير. الإمكانيات مش عائق على فكرة خالص. العائق الحقيقي عقلك. إن أكثر ما يحول بينك وبين النجاح هو عقلك. أنت محتاج كل حاجة علشان تبدأ. ابدأ باللي معاك، استغل المتاح، وخلي إبداعك هو راس مالك الحقيقي. المدرب بقى الناجح بقى اللي بيعرف يعمل من الفسيخ شربان. ده بمناسبة شم النسيم، وكل سنة وانتم طيبين.